انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي، انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي، لاجل النبي لاجل النبي. حبيبي 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 صاحب الوجه المليح، ومن صلى عليك سيستريح. حبيبي يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا كنز العطاء، يا منبع الأحكام والعرفان، كم معجزات، كم معجزات أدهشت أهل النهى، كم معجزات أدهشت أهل النهى، وكفاك ما جاء في القرآن. حبيبي حبيبي صاحب الوجه المليح، ومن صلى عليك سيستريح. حبيبي المعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر، وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجكم لاجل النبي. لا يحلو الكلام ولا يحلو الحديث إلا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كم من معجزات كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكم من تكريم من المولى سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل من هذا التكريم وما أبدع من هذا التكريم لنبي الله وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أن نرحب بشيخي الكريم فضيلة الشيخ محمد القوسني من علماء الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والشيخ المبتهل إبراهيم
الغباشي، صح أهلا كده؟ وسهلا أهلا بك. بحضرتك. نعم. تقابلنا قبل ذلك نعم. وكنت مبدعا الله بصراحة. يكرمك. أهلا بك مرة تانية. وسهلا. بداية هتكلم مع فضيلة الشيخ محمد القوسني، وأنت من علماء الأوقاف. النبي صلى الله عليه وسلم كرمه المولى سبحانه وتعالى من 7 سماوات، وهناك من التكريم والمعجزات الكثير والكثير، النفسية والمعنوية والمادية وخلافه. كيف تتحدث عن هذه المعجزات؟ ثم بعد ذلك سننتقل إلى معجزات أخرى، وخاصة ونحن في شهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمدك ربي وأستعين بك وأستغفرك وأستهديك وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ونسأل الله عز وجل أن يعيد تلك الأيام الكريمة المباركة على أمة النبي بكل الخير، وعلى مصرنا الحبيبة بكل خير. تكريمات الله عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس لها حد. هو المكرم وصاحب المقام المحمود، صاحب الحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. كل الخلق جميعا، الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، يوم الفزع الأكبر يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي، إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمتي أمتي. الحبيب صلى الله عليه وسلم له من التكريمات والتشريفات ما لم ينلها نبي من الأنبياء، ولم يصل إلى منزلة التكريم للحبيب صلى الله عليه وسلم أحدا من البشر ولا أحدا من خلق الله على الإطلاق. حينما نتأمل إلى تكريمات الله عز وجل وفضل الله عز وجل على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في موسم الإعراج، أن الله عز وجل حينما خاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يناديه باسمه المجرد، تكريم وتشريف. لم يقل له يا محمد، لم يقل له، بل قال الله عز وجل حينما خاطبه كما خاطب قبله الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ناداهم بأسمائهم المجردة: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، إلا الحبيب المصطفى حينما خاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي. لم يقسم الله عز وجل بأحد من خلقه أو بأحد من البشر كما أقسم بحياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للتكريم وللتشريف. فقال الله عز وجل له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني حياتك يا محمد. الله يقسم بحياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لشرفه ولمكانته ولعلو قدره. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بكى يوما حينما بكى فألهى ملائكة السماء عن التسبيح، وألهى ملائكة الله عز وجل بالانشغال ببكائه صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر الله جل وعلا جبريل أن ينزل ليرى ما الخطب، ما القصة، لماذا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ لما البكاء؟ فقال: يا جبريل، قرأت قول الله عز وجل في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وقرأت قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم. أبكي على أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الله عز وجل وقال: يا رب، يبكي على أمته ويبكي شفقا على أمته. فقال الله جل وعلا: يا جبريل، انزل يا محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. فنزل جبريل إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله عز وجل: والضحى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قرأنا في الضحى: ولسوف يرضى.
فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. الله فضل خير الخلق والكرم وأفضل الناس من عرب ومن عجم، هذا النبي الذي فاقت فضائله، واختصه الله بالتنزيل والحكم، وخصه بكتاب بين علم هدى به العباد من غمة الظلم. الله أكرمه، الله فضله، الله أرسله من جملة الأمم، صلوا عليه عباد الله كلكم، إن الصلاة عليه تنجي من الفتن. فالتكريمات كثيرة والعطايا كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصيها عاد، ونحن في شهر الاحتفال بالإسراء والمعراج، والأمة تحتفل الآن بذكرى الإسراء والمعراج، وتلك المعجزة الكريمة العالية في رونقها وفي عطاياها وفي منحها عالية لعلو الله عز وجل ولكرامة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن شئت فقل في ذكر الإسراء والمعراج إنه يوم التكريم لرسول الله، يوم علو شأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ محمد القوسني، احنا بنتكلم عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وأرسل رحمة للعالمين. لما نتحدث عن هذه المعجزات التي تفوق العقل، انشقاق القمر وبكاء جذع النخلة اللي كان بيقف عليه الرسول عليه السلام لما كان بيخطب عليه، أيضا ما أهمية هذه المعجزات ودلالة هذه المعجزات نريد أن نوضحها أيضا للناس. ما أرسل الله عز وجل بنبيا من الأنبياء منذ آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومنحه الله أيده بالآيات والمعجزات، سواء كان هذا عن طلب قومه أو سواء كان هذا بغير طلب من قومه. فلما نتكلم عن المعجزات وعن فضل الله عز وجل وعلى منح الله وعلى منن الله عز وجل للبشرية، فهذه منة أن يرسل الله رسلا وأن يعطي لهؤلاء الرسل أن يعطيهم الآيات التي تثبت دعواهم وتثبت صدقهم. فيمتن ربنا سبحانه وتعالى على البشرية وعلى الخلق جميعا. في القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة سماها سورة النحل، بل قل سورة النعم، سورة النعم مسمى عند العلماء بسورة النعم. ويبتدئ الله عز وجل أول النعم على الإطلاق ممتنا فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأول منه وأول كرم أن الله أرسل الأنبياء للبشر هداية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فدي منه وكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرسل لك الأنبياء. فكان من التأييدات والآيات الباهرات التي أيد الله بها الأنبياء تلك المعجزات. إذن فما هي المعجزة؟ المعجزة هي الأمر الخارق عن العادة أو عن المألوف أو عن عقول البشر. نعم. أمر غير مألوف. نعم. حاجة يعني لا تأتي إلا من عند الخالق سبحانه وتعالى، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الأنبياء صدقا لدعواه وصدقا لما يقوله لقومه. وده طبعا بخلاف الكرامة، هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد عبد صالح من عباد الله عز وجل، اللي هي الكرامات. نعم. ده أمر خارق يجريه الله عز وجل على يد صالح من الصالحين، وهذا بخلاف المعجزة. فالمعجزة هي الأمر الخارق للعادة. حينما طلب فرعون من موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلي بال حضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى كان بيرسل النبي ويعطيه من المعجزات من جنس قومه أو ما يعيش فيه قومه. لما انتشر السحر في زمن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أعطاه الله العصا. نعم. وموسى عليه السلام وموسى حينما ناظر فرعون قال ائتني بآية، ائتني بدليل ببرهان إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وكانت معجزة نبي الله عيسى من جنس ما كان يعيش فيه قومه. انتشر في عمل زمن سيدنا موسى عيسى عليه السلام التطور الطبي والعلمي، فأعطاه الله جل وعلا من المعجزات ما يؤيد ذلك. كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. وأعطى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معجزات من جنس ما كان يتمتع به من قومه من القوة والفصاحة والبلاغة، فأعطاه الله جل وعلا القرآن الكريم وتحدى به الصغير والكبير، كل ذلك له حكمة، وتحدى الله جل وعلا به البشرية جمعاء. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكانت المعجزات الآيات الباهرات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم انشقاق القمر لعلهم يرجعوا إلى الله عز وجل، فأراهم الله جل وعلا معجزة انشقاق القمر، وانشق القمر شقين، وكان كما يقول عبد الله بن مسعود شق الله عز وجل القمر وكان بينهما جبل حراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انظروا اشهدوا. والله جل وعلا يقول مبينا تلك المعجزة في قرآنه فيقول إذا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا من 1400 سنة. نعم. جانا لحضراتكم مرة تانية واستكمالا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي اختص المولى سبحانه وتعالى به نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ محمد الخوصني، كنا نتحدث عن هذه المعجزات الربانية لنبي الرحمة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن الأخرى وهي حنين أو بكاء جذع النخلة. ولكن أرجع لفضيلة الشيخ المبتهل إبراهيم الغباشي، هتقول إيه النهاردة؟ إن شاء الله عن الإسراء والمعراج بإذن الله، يعني ابتهال جميل كده. فالإسراء بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرام بأرض الشام ظل مطهرا. صلى بكل الأنبياء جماعة، صلى بكل الأنبياء جماعة. إن الوفود يقدمون الأكبر ثم ارتقى إلى السماء، ثم ارتقى إلى السماء لمستوى فيه رأى المجد الأسيل موفرا، وعليه قد فرض الصلاة، وعليه قد فرض الصلاة، وبعدها سكن الفراش كأنه
سرى يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. يا كنز العطاء يا منبع الأحكام والعرفان كم معجزات كم معجزات أدهشت أهل النهى وكفاك ما قد جاء في القرآن أسرى بي الرحمن أسرى بي الرحمن في غسق الدجى أسرى بي الرحمن في غسق الدجى للمسجد الأقصى بغير ثواني ورقى على المعراج ورقى على المعراج أحمد للسماء حتى دنا للرفرف النوراني فتأخر الروح الأمين فتأخر الروح الأمين وقال يا خير خلق الله وقال يا خير خلق الله سر فذاك مكاني لو زدت يا مختار عليه الصلاة والسلام. لو زدت يا مختار عنه خطوة لاحترقت بالنوران لو زدت يا مختار عنه خطوة واحدة لاحترقت بالأنوار يا عدناني إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه سمع النداء من ربه الديان دس يا محمد في
دس يا محمد في البساط ولا تخف، فلقد كشفنا الحجب للأعيان. دس يا محمد في البساط، دس يا محمد في أعز مكاني. ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طالما بقى يعني فضيلة الشيخ المبتهل إبراهيم الغباشي قال لنا هذا الكلام الجميل طبعا عن الإسراء والمعراج، ونعلم أن رحلة الإسراء والمعراج هي أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وزي ما قال فضيلة المبتهل سيدنا جبريل إذا اقتربت احترقت، أما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اقترب اخترق. أنا عايز نتكلم عن هذه الرحلة من البداية وأسبابها، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من هذه الرحلة والناس سألته وإزاي صدقوه وإزاي المعجزة دي حصلت. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عليه الصلاة عباده والسلام. الذين اصطفى. هذا من تكريم الله عز وجل ومن فضل الله وعطاياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحضرتك لما نتأمل المعجزة وأسبابها وإزاي حصلت المعجزة وليه حصلت المعجزة وتوقيتها والتوقيت بتاع المعجزة، أمور كثيرة ينبغي علينا أن نقف معها وقفة تأمل، لأن كل حركة وسكنة وكل عبارة في في هذه القصة تحتاج إلى وقوف كثير لنتأمل عظمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل ومنح الله عز وجل على رسول الله بل على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرتك تعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا واضطهد كثيرا، يعني حوصر صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين حتى جاعوا، حتى أكلوا عزكم الله الحجارة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عانوا أشد المعاناة، ويموت الحصن الخارجي أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويموت حصن داخلي وهي خديجة رضي الله تعالى عنه. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: لم تنل مني قريش إلا بعد موت أبي طالب. لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيذاء والاضطهاد إلا بعد موت عمه الذي كان يدافع عنه وينافح عنه، مع أنه مات على غير الإسلام. وحينما نتأمل إلى قصة موت أبي طالب ودفاع النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي على أن أبي طالب يخرج من ملته إلى الإسلام، وبالرغم من ذلك يتضرع بقلبه الحنون الرحيم الشفيق ليرد الجميل لعمه ويقول: يا رب والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، هظل أفتكرك دايما بالخير وبالثناء والدعاء إلى أن ينهاني الله جل وعلا عن الدعاء إليه. سبحان الله. وده من الوفاء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحيدا في مكة فامتلأ الحزن قلبه، فامتلأ الحزن، وسمي هذا العام بعام الحزن. نعم. لشدة وتكالب الأحزان على سيدنا النبي. فيخرج سيدنا النبي بعد أن ضاقت عليه السبل وضاقت عليه الأحوال وازداد الإيذاء والاضطهاد، فخرج النبي مهاجرا إلى أرض الطائف. لماذا؟ لعله يجد في هذه الأرض أن تقبل تلك البذرة التي يضعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي بذرة التوحيد. وإذا بأرض الطائف هي الأخرى تلفظ بذرة التوحيد ويفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستحي الوحوش أن تفعله في عالم الغاب.
وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود المصطفى مهموما حزينا يسير من الطائف إلى قرن الثعالب، مسافة تقدر بحوالي 6 كيلو، يمشيها على قدمه مهموما حزينا، لا يشعر بنفسه ولا يشعر بحاله ولا بمشيه، فينزل جبريل على رسول الله ويقول: يا رسول الله، لقد سمع الله جل وعلا قول قومك لك وأرسل لك ملك الجبال فمره بما شئت. لو سيدنا النبي من النوعية اللي بتنتقم لنفسها أو اللي بيغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، لنفسه صلى الله عليه وسلم، كان أمر ملك الجبال أن يدمر الأخضر واليابس وأن يدمر تلك القرى وتسير الدماء من الطائف إلى أرض مكة بحارا وأنهارا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش من النوعية اللي تنتقم لنفسه. هو قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: لعل الله عز وجل أن يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل استجاب الله دعوة الحبيب المصطفى، وخرج من هؤلاء القوم الغلاظ من يعبد الله عز وجل لا يشرك به. خرج عمرو بن العاص من ظهر العاص الذي كان يعاند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخرج خالد بن الوليد من ظهر الوليد الذي كان يعاند المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه القرآن لمعاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة ازدادت الهموم وازداد الغم والكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاقت به السبل وضاقت عليه الدنيا. وده درس نتعلمه: مهما ضاقت بك الحبال ومهما ضاقت بك السبل، فيه رب موجود. تضرع إلى الله عز وجل، اسجد لله عز وجل، وابكي بين يدي الله عز وجل. ولم يستطع النبي أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي. وخلي بال حضرتك، ده برضه لها قصة قدام. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة، وحدثت أول معركة بين المشركين، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن المطعم بن عدي، المطعم بن عدي عمل إيه مع سيدنا النبي؟ دخل لما جه النبي مطرود من الطائف وخاف النبي يدخل مكة، فدخل في جوار المطعم بن عدي. فوقف المطعم بن عدي في مكة وقال: يا معشر قريش، إني واليت محمدا، من عاداه فقد عاداني ومن آذاه فقد آذاني. حضرتك جمع العشيرة وجمع أهله وعلى غير ملته وعلى غير دينه. النخوة اللي أصبحت مش موجودة في قلوب كثير من المسلمين، النخوة والخوف والمحبة والأخوة، أخوة الإنسانية على الأقل. وقف المطعم بن عدي بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ونافح عن المصطفى. فيقول النبي بعد هجرته وبعد غزوة بدر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بيسألوا عن الأسرى، فقال: لو أن المطعم بن عدي حي وسألني إطلاق هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. لو سألني المطعم بن عدي أن أطلق هؤلاء الأسرى لأعطيتهم له كرامة له، حفظ للجميل. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يزداد عليه الكرب ويزداد عليه الهم والحزن، فلا يجد سبل إلا ربه سبحانه وتعالى. فتأتي البشرى ويأتي التفريج ويأتي المنحة من باطل المحنة. تأتي المنحة من طيات المحن. حضرتك تأمل معي، القرآن مرتبط بعضه ببعض. فلو تأملنا آيات القرآن تجد ما فيش آية في القرآن وما فيش سورة في القرآن اللي هي مرتبطة بما بعدها. سلسلة شغالة من رب العالمين يوصلنا رسائل ربنا سبحانه وتعالى. فلو تأملنا إلى قصة الإسراء والمعراج، في حاجة تانية قبلها. إيه هي؟ ربنا سبحانه وتعالى يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم. إيه هو الأمر العظيم؟ بعد أن تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن منهج الدعوة، وإزاي النبي يدعو قومه ويدعو المشركين ويدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ده يأمر النبي بإيه؟ خلي بالك، ده الصابرين دايما على خير. الصابرين دايما ربنا بشرهم بأعلى مقامات الرضا.
الصابرين ربنا قال لهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. الصابرين قال ربنا قال لهم إيه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. وربنا يؤمر بالصبر. يؤمر مين؟ يؤمر سيدنا النبي واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. وإياك أن تحزن مما يصنع بك، إياك أن تفزع مما يحدث لك. فلعلك اطمئن باخع نفسك. واصبر فإن في الصبر فرج، فإن في الصبر نجاة، فإن في الصبر فوز. اصبر يا محمد. فصبر المصطفى وتحمل الأذى وتحمل كل ألوان الإيذاء والاضطهاد، وصبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الصابرين الأجر العظيم. طب ما الجزاء يا رب على هذا الصبر؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ده كانت كان الفرج، وده كان الجزاء من رب العالمين. إذا كان أهل الأرض قد قالوك، إذا كان أهل الأرض قد طردوك، إذا كان أهل الأرض نبذوك، فهيا بنا إلى الملأ الأعلى. إلى أين؟ إلى السماوات العلى، إلى الله عز وجل. وخلي بال حضرتك إن ربنا يبتدئ السورة بقول سبحانه سبحانه. وكلمة سبحانه دي ما تقالش إلا عند أمر عظيم، إلا عند أمر جلل، تعظيم الله وتنزيه الله عز وجل. وتأمل حضرتك سبحان الله العظيم، سورة الإسراء بطبعها ملئت بالتسبيح، ملئت كلها بالتسبيح والتحميد. إشارة لإيه؟ إشارة من ربنا سبحانه وتعالى إلى انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أرض الهموم والأحزان، من أرض البلايا، من الأرض سينتقل إلى عالم مليء بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إلى الملأ الأعلى، إلى الملائكة الذين هم تصاف بين يدي الله عز وجل. منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم المسبح ومنهم من يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كلهم يسبحون الله عز وجل. فجو سورة الإسراء كله تسبيح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حضرتك كل هذه دلالات من الله عز وجل إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الجزاء العظيم الذي ينتظر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عند رب العالمين. وكما تفضل شيخنا ونسمع إليه حينما وقف جبريل حينما وصل النبي إلى سدرة المنتهى. وكيف كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الإسراء والمعراج؟ نريد أن هذه رؤى ومشاهد رؤى. شوف ما شاء الله عليه. الحكمة من الإسراء والمعراج، هناك دروس مستفادة نعم. من هذه الرحلة. الحكمة من الإسراء والمعراج لنريه من آياتنا، ليرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أعده الله جل وعلا في البرزخ، في القبور. طيب قبل ما نتحدث عن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحشنا صوت المبتهل الجميل اللي معانا النهارده الشيخ إبراهيم الغباشي. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب.
يا رب قد أكرمتنا بمحمد، صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار، يا أيها المختار، أنت شفيعنا، أنت شفيعنا وإمامنا وسراجنا الوضاء. يا أيها المختار، أنت شفيعنا وإمامنا وسراجنا الوضاء. أن تلفتت العيون، أن تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا عليه، صلوا عليه وآله، إن الصلاة على الحواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ محمد، إذا كنا بنتحدث على الرحلة، فالرحلة معناها هو انتقال من مكان إلى مكان وعن طريق الزمن أو من خلال الزمن. وهناك كيف بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التكريم برحلة الإسراء والمعراج، وكيف رأى في الإسراء والمعراج؟ لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكثير والكثير. حينما يستقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم، يستقبله بقلب مطمئن، قلب يملأه الفرح. ما بال حضرتك لما بقول لحضرتك النهارده حضرتك هناخدك ميعاد بتقابل شخصية مهمة، الإنسان دايما يتأهب ويلبس يجهز نفسه فما بالك إذا كان ولله المثل الأعلى، إذا نعم. كانت هذه المقابلة للحضرة الإلهية، وكيف يكون شعور المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يصل إلى مكان أو إلى منزلة لم يصل إليها بشر، بل لن يصل ولم يصل إليها خلق من خلق الله. وقالها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدم فما منا إلا وله مقام معلوم. أنت لو تقدمت لاخترقت، وأنا لو تقدمت خطوة لاحترقت.
كل واحد له مكانه، كل واحد له مكان، وده تفضيل من الله عز وجل. الله فضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الناس على بعض، وده من عند ربنا سبحانه وتعالى، والحكمة تكريم طبعاً سبحان والحكمة الله. يعلمها الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يستقبل المصطفى بالبشر، ويستقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسرور، سواء كان من الملائكة، سواء كان من الأنبياء، سواء كان هذا من الملكوت الأعلى، إلى أن يصل المصطفى إلى ربه سبحانه وتعالى. كانت ليلة مشرفة مكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلتي، وخلي بال حضرتك من الكلمة، رحلتي الإسراء والمعراج. في كل رحلة رأى مشاهد. فرحلة الإسراء تلك الرحلة الأرضية، وهي السير ليلا، لما عرفوا الإسراء هو السير ليلا. سار النبي من أرض مكة، من المسجد الحرام إلى أرض فلسطين. نعم. تلك رحلة أرضية. ثم يصل إلى تلك الرحلة الأرضية إلى المسجد الأقصى، ويفعل فيها ما فعل، يصلي بالأنبياء، ثم يشرب اللبن، ويصعد من أرض فلسطين إلى الملأ الأعلى إلى السماوات. معراجه كان من أرض فلسطين، من المسجد الأقصى. رأى النبي في تلك الرحلة الأرضية إلى المسجد الأقصى مرائي ومشاهد، ورأى في تلك المنزلة العالية إلى السماوات العلى رؤى ومشاهد. الدليل ربنا بيقول لسيدنا النبي لما تكلم ربنا عن الإسراء، فقال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. وفي قال بقى ربنا في قصة المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ده في سورة النجم، بعد أن تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن قصة المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة إلى آخره، إلى أن وصل ربنا سبحانه وتعالى إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى النبي في طريقه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أقوام يخمشون أوجههم وأجسادهم بأظافر من نحاس. من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء من قومك يتكلمون في أعراض الناس ويخوضون ويأكلون لحومهم. جزاؤه ده في العدة، ده في البرزخ، ده عذاب قبر. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي هم ما فيش قفل على ألسنتهم، ولا ما في مسك على الفم، ودائما ابدا اللسان سليط طليق على خلق الله، ويستهونوا ويقول لك: هو الكلام عليه جمرك؟ هو الكلام عليه حساب؟ ما هو ده الكلام اللي قاله سيدنا معاذ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به وفيه حساب على الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو يكب الناس على وجوب إلا حصائد ألسنتهم. حضرتك بتتحدث عن الإسراء دلوقتي. نعم. يعني لسه ما دخلناش السماء الأولى والثانية لا، السماء ده عالم تاني، ده عايزة محاضرات وعايزة لقاءات كثيرة. يسير النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أناس يخمشون وجوههم. من هؤلاء؟ قال لك: دول الجماعة اللي بياكلوا لحوم البشر، اللي بيعوا في الأعراض، واللي ماسكين وسائل التواصل الاجتماعي عمالين يقطعوا ويفروا ويهرم في خلق الله ويقطعوا. ما ده درس من الإسراء والمعراج، إن سيدنا النبي بيعلمنا سبحان الله في كل عام نتحدث فيه عن الإسراء والمعراج إلا وفيه تجليات وفيه دروس نخرج بها دائما وكأننا لم نتكلم عن الإسراء قبل ذلك. الدروس أن نحافظ على لساننا. نعم. لا ينطق المفروض إلا بالحق أو بالصح. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآيات كثيرة، ولكن قل من ينتبه وقل من يعمل. يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر أمام عينيه: قوم يخمشون وجوههم. ثم يسير النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أقواما يزرعون ويحصدون
في آن واحد. سبحان الله، ايه دول؟ يزرع او يحرث، بيزرع الزرعة وفجأة يلاقي الزرع نما فيحصد الزرع. من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، أو هؤلاء المنفقون في سبيل الله، ينمي لهم الله عز وجل لهم الأعمال والأجور، والله عز وجل يضاعف لهم الأجر عنده سبحانه وتعالى. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو يسير ثور يخرج من ثقب كثقب إبرة، ثم يريد أن يرجع إليه مرة أخرى فلا يستطيع، فيقول ما هذا يا جبريل؟ فيقول له ده الرجل من أمتك بيتكلم الكلمة فيريد أن يرجع فيها مرة أخرى فلا يستطيع أن يرجع فيها مرة أخرى. خلاص الكلمة طلعت، خلاص ما بترجعش. كالسهم زي ما بنقول. نعم كالسهم. الكلمة دائما لسانك حافظ عليه وحافظ على الكلمة التي تخرج منك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ربنا سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء بألوان العذاب والنكال. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى النبي وهو على براقه امرأة عجوز شمطاء تنادي عليه يا محمد يا محمد، فلا ينتبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا جبريل من هذه؟ فيقول هذه الدنيا. فيقول له يا محمد لو التفت أو لو نظرت إليها لغوت أمتك ولاتبعت أمتك الدنيا، ولا أحبت أمتك الدنيا، ولا ضلتها الدنيا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ويقف النبي ليصف وتصف الملائكة بعد أن ربط. ده دليل برضه من الأدلة أو درس من الدروس اللي سيدنا النبي يقول لك أعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل على الله. خذ بالأسباب واترك المسببات إلى صاحب الأسباب سبحانه وتعالى الله عز وجل. ويربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق يربطه في حلقة في بيت المقدس، ويدخل النبي إلى بيت المقدس ليصلي، ويستحضر له أو تستحضر له الأنبياء جميعا، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما. وهذا إيذان من الله عز وجل لرسول الله بأفضاليته ولمكانته ولشرفه عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. هو ربنا سبحانه وتعالى مش أخذ العهد والميثاق على الأنبياء إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. خذ ربنا العهد والميثاق من جميع الأنبياء إنهم يؤمنوا بمن؟ يؤمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة المصطفى ولفضل المصطفى ولعظم فضل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي جبريل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتين ويخيره بين إناءين، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فيقول يا محمد خذ، فيتفضل تفضل أعطيه، فيأخذ النبي ويختار اللبن. سبحان الله، أصاب النبي الفطرة، فيقول يا محمد أصبت الفطرة، فلو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى المعراج إلى السماوات العلى إلى الله عز وجل، ويصعد النبي إلى السماوات العلى سماء سماء، ويطرق النبي صلى الله عليه وسلم أبواب السماء بابا بابا، يطرق جبريل. وده درس نتعلمه إن الاستئذان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتهجم على البيوت، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ده أدب الاستئذان. يطرق جبريل السماء الأولى السماء الدنيا، فيقول من؟ فيقول جبريل. وده طبعا درس نتعلمه، إن واحد يروح يضرب الجرس على المضيف بتاعه، يقول له من؟ يقول له أنا مين؟ أنت مين؟ ده من السنة أن حينما تطرق الباب أو تضرب الجرس، فمن باب السنة لما يقول لك مين تقول أنا فلان. زي ده جبريل، الملك بيسأله من؟ يقول أنا جبريل. قال ومن معك؟ قال معي محمد. قال أو قد بعث إلي؟
يعني هو ربنا أذن أنه يدخل السماء، فقال نعم أذن الله عز وجل. فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له أبواب السماء، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا فيجد آدم عليه السلام فيسلم عليه ويقول نعم الابن الصالح والنبي الصالح. ويصعد النبي حتى يصل إلى سماء ويصعد ويرى في كل سماء نبيا من الأنبياء فيسلم عليه ويصافحه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى السماء السابعة، إلى سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فيدخل عليه المصطفى ويسلم عليه ويرسل رسالة فحواها: أبلغ أمتك مني السلام وقل لها أن الجنة خصبة التربة، وإن زراعها أو غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم يسير المصطفى ويواصل رحلته إلى أن يصعد إلى سدرة المنتهى فغشيه ما غشيها، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان صفير الأقلام وسمع النداء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا يختلف العلماء في قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، فمن بينهم من يقول أنه رأى ربه، ومنهم من يقول إنه لم يرى الله عز وجل. فحتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال: نور أن أراه. الله نور السماوات والأرض. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يصل إلى مرتبة وإلى مكانة وإلى مقام لا يدانيه أحد من البشر، ولن يصل إليه أحد من الخلق جميعا تشريفا وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حددت الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج؟ ما دي الجايزة بقى. فضل سيدنا موسى أيضا في أن تكون الصلاة 5 ما دي الجايزة يا أستاذنا، دي الجايزة. ليه اشمعنى الصلاة؟ اشمعنى الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها في السماء؟ ما فرضش ليه الزكاة في السماء؟ ما فرضش ليه الصيام في السماء؟ قال أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يشترك فيها أهل السماء وأهل الأرض، وهي الصلاة. والصلاة صلة بينك وبين الله، معراج بين العبد وبين ربه. اللي بيصلي يحافظ على الصلاة فيه كده عمل طالع لله عز وجل معراج. المعراج ده إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ والقرآن أولا لما تكلم عن قصة فرعون وهلاك فرعون وهلاك قومه، ربنا سبحانه وتعالى تكلم في رقراقة كده جميلة، في لطيفة من اللطائف، فبيقول إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء بتبكي؟ نعم. والأرض بتبكي؟ نعم. ما بتبكي ليه؟ ما دول عصاه، فعشان كده لما بيموتوا ما بيتلاقيش حد يبكي عليهم. حتى الخلق جميعا لا يبكون على هذا العاصي، إنما العبد الطائع بقى اللي هو بيصلي وحافظ على الصلاة، السماء بتبكي عليه ليه؟ قال ده موضع صعود عمل الصالح، معراج الصلاة. معراج الصلاة ده إيه؟ ده يبكي عليه. السماء بتبكي عليه لأنها فقدت عملا صالحا كان يصعد من هذا العبد إلى الله عز وجل، فكده السماء بتبكي عليه. والأرض بتبكي ليه؟ قال لك بتبكي لأنها فقدت جبينا كان يسجد لله عليها، فكان تسبيحه، الأرض تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأرض بتسبح ربنا والعبد بيسبح ربنا، فلما العبد بيسبح ربنا على الأرض وهو ساجد بين يدي مولاه، الأرض بتسمع تسبيحه فبتسبح ربنا معاه، فينسجم تسبيح الأرض مع تسبيح العبد. فلما تفقد هذا العبد تبكي عليه الأرض شوقا إليه وبكاء حزنا على فقده، فتبكي عليه، ثم تبكي عليه السماء. الصلة معراج بينك وبين ربنا. والأهل السماء بيعملوا إيه؟ هو أهل السماء دول مين؟ أهل السماء دول ملائكة، دول عندهم شهوة الطعام والشراب فبيصوموا؟ لا، ما عندهمش شهوة الطعام والشراب، لا يأكلون ولا يشربون فلا يصومون، يسبحون ليلا نهارا، هم ما بيصوموش، فعشان كده ربنا ما فرضش الصيام في السماء. طيب هم عندهم مال علشان يتصدقوا ويزكوا؟ لا، ما عندهمش مال علشان يزكوا.
فامال ايه اللي عندهم؟ قال لك العباده المشتركه بين اهل السماء واهل الارض هي العباده. الملائكه منهم ايه؟ الراكع، منهم القائم، منهم الساجد المسبح لله عز وجل. فأهل السماء وأهل الأرض يشتركون في التسبيح وفي الصلاة لرب العالمين. لذلك شرعت الصلاة في السماء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب اشمعنى سيدنا موسى اللي راجع سيدنا النبي؟ اشمعنى؟ قال لك لأن كان أكثر الأنبياء مجاهدة مع أمته، لأن أمة سيدنا موسى عليه السلام كأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا موسى كان بيعاني مع قومه. فلذلك قال له يا محمد إن أمتك لا تطيق، وظل يراجع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن خفف الله عز وجل، حتى خفف الله الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات. فيقول يا موسى لرسول الله يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقال إني استحييت من ربي. ثم قال الله عز وجل إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 في الأجر، إنه 5 في العمل و50 في الأجر والثواب. فمن أدى صلاة أو من أدى الصلوات ال5 كمن أدى 50 صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رباك ربك جل من رباك، وحماك في كنف الهدى وحماك. سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة لم يعطها. سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك. أنت الذي حن الجماد لعطفه، وبكى لك الحيوان حين رآك. والجزع يسمع بالحنين أنينه شوقا إلى لقياك. ماذا يزيدك وصفنا ومدحنا، والله جل وعلا في القرآن قد زكاك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا في النهاية يعني أشكر طبعا فضيلة الشيخ محمد القوسني من علماء الأوقاف، وهنختم بقى مع فضيلة القارئ المبتهل إبراهيم الغباشي، ولكن نريد أن نسمع بعض من آيات القرآن الكريم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. نعم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى
دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. عليه الصلاة والسلام. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شرفتونا النهارده، وكل عام وانتم بخير، وكل عام والامه الاسلاميه والعربيه بخير ان شاء الله. مشاهدينا اشكر حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير. اتفضل بقى. قل للحبيب بأن قلبي ذابا. فمتى تمن وتفتح الأبواب وعطف وهب لي يا نبي مواصلا. داوي جراحي واسقني الأكواب. وامن على برؤية أحمد وامن على روحي برؤية مشهد. وهجرت كل أحبتي والقلب أقبل خاليا.